السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا إن شاء الله تعالى. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعضنا ليسون 4 مستر. أمال هنا مكتوب ليه ليسون 3؟ قال لك لأ حبيبي، خلي بالك إن كان في بعض أسئلة من ليسون 3 موجودة في ليسون، بعض أسئلة من ليسون 4 موجودة في ليسون 3. فإحنا دلوقتي يا شباب هنبدأ ناخد الأسئلة بتاعة ليسون 4 اللي كانت موجودة في ليسون 3. وطبعا زي ما قلت لكم احنا مرقمينها او احنا معلمين عليها علشان نوصل لها على طول. طبعا انا معلم عليها قبل كده. فعندنا السؤال السادس. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ يا رب تكونوا جاهزين ان شاء الله. متنساش كوباية الشاي او النسكافيه، ولو كنت بتشرب قهوة وبتتفرج عليا بدري فكوباية القهوة اللطيفة بتاعتك. وركز يا صديقي، ركز يا دكتورتنا، ورقة وقلم واكتبوا معايا النوتس اللي هنقولها مع بعضنا. يلا بينا. يلا بينا. بيقول لي which of the following quantum numbers sets represent the last electron، آخر إلكترون موجود في البوتاسيوم اتوم. يبقى مهم قوي إن أنا أروح أعمل إلكترونيك كونفيجريشن للراجل الطيب ده. يلا أهو برنسبل، فاكرين يا مستر. 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s1. يبقى انا كده مليت الالكترونات كلها او مليت الاوربيتالز بتاعتي كلها على حسب اوفو برنسبل. انت عايز ايه؟ والله يا مستر انا عايز اشوف الكوانتم نمبرز بتاعت اخر الكترون اللي هو الراجل الطيب دوت. مش ده اخر الكترون؟ يا مستر. يلا اول حاجه الN 4. طب بسم الله ما شاء الله. N4 انت جبت الN منين؟ اهو الN اللي هو الرقم دوت اللي هو اسمه برنسبل كوانتم نمبر. تاني حاجة ال. طب ما ال عندك بتاعت الاس بزيرو، يبقى انت هتختار زيرو، يبقى ما ينفعش ده. هتختار ال بزيرو، يبقى ما ينفعش ده. يبقى انت عندك الإجابة بي أو سي. طب بعد كده الام ال، مش احنا قلنا ان الام ال بتساوي ال أو أقل منه؟ يبقى ما ينفعش دوت. يبقى أكيد انت هتختار السي اللي هي دي. يبقى دي الإجابة بتاعتي بعد ما عملت كونفيجريشن. السؤال اللي بعده رقم 8 كان برضو من ليسون 4. بيقول لك ايه؟ the atomic numbers of sodium and potassium are 11 و 19 respectively. على فكرة ده سؤال امتحانات، كان بيجي في التابلت، امتحانات التابلت. the quantum numbers of the last electron in each of them are similar في ايه؟ ماشي. انا لازم اعمل الكترون كونفيجريشن للصوديوم كمان. مش هو قال لي صوديوم وبوتاسيوم؟ احنا لسه عاملين البوتاسيوم فوق اهو. البوتاسيوم اهو. هنعمل دلوقتي للصوديوم، هيبقى 1s2 2s2 2b6 3s1. هو بقى بيقول لي ايه؟ كلهم اللاست الكترون، اخر الكترون متفقين مع بعض. ده اخر الكترون وده برضو اخر الكترون، متفقين مع بعض في ايه؟ تعال نكتبهم جنب بعض. 3s1 ده بتاع الصوديوم، و4s1 ده بتاع البوتاسيوم. متفقين مع بعض في ايه دولت يا دكاتره؟ والله مثلا متفقين في الN. لا مش متفقين في الN. يبقى انا كده مضطر الغي N، ايه ده؟ ما عنديش غير اجابه واحده بس. يبقى هما متفقين في ال عشان هما في الاس. الMl ما كده بزيرو. متفقين في الMs في البوزيتيف هاف، لان هما اول الكترون، مش ده اول الكترون داخل، فبالتالي عندك اوربيتال فيه الكترون واحد، ودوت برضه اوربيتال فيه الكترون واحد، فمتفقين في الMs كمان. تمام يا صديقي؟ طيب تعالى نمبر 10، وده برضو من ليسون 4 علم عليهم. بيقول لي consider the given quantum numbers of the last electron of the following elements. انا عندي element x و y و z، ودوت اللاست الكترون. اللاست ايه؟ الكترون. the descending arrangement of their atomic number. طب ما تيجي نكتب الاتوميك نمبر بتاع كل واحد. ايه ده؟ هو ينفع؟ طبعا. مش احنا واخدينها في الشرح ان احنا نقدر نجيب الاتوميك نمبر عن طريق الكوانتم نمبر بتاعت اخر الكترون. ما هو اخر الكترون شوف بقى اللي قبله كام. تعال نشوف الاكس كده. 2 ده في المستوى التاني. ال ب1 يعني ده في البي. الام ال بزيرو. تعال نرسم البي بعد اذنك اوربيتالات كده. يبقى انت بتتكلم على نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1، يبقى انت بتتكلم على الالكترون اللي موجود في المكان ده، صح؟ اما الام اس بنيجاتيف هاف. خلي بالك بقى معايا وركز قوي، علشان هنا دي تريكايه بنت لذينه. خلي بالك ان انت عندك نيجاتيف هاف دوت، يعني الالكترون التاني هنا، الالكترون التاني يبقى لازم تروح على حسب هاند تملاهم سنجل الاول، وبعد ما تملى سنجل تروح مالي ايه؟ دبل بيرد الكترون.
فهو بيقول لك الالكترون اللي هو دي نيجاتيف هاف، يبقى لازم يكون عندك 3 الكترونات الاول، بعد كده تملى دوت في ده. فاهم؟ طب لو كان قال لي بوزيتيف يبقى هو الاول والتاني بس، يعني لو كان قال لك ان هو كده كلمه بوزيتيف هاف اها، فانت تروح تعمل الاوربيتالز بتاعتك وتحط الكترون التاني ده كده بتاع بوزيتيف هاف، خلاص انا مش هحط اكتر من كده. انما لو قال لي نيجاتيف هاف يبقى انا لازم اروح اكمل بقى. اكمل ايه يا مستر اسلام؟ لازم تروح تكمل اول تاني تالت بعد كده رابع خامس، يبقى هو ده النيجاتيف هاف اللي موجود. تمام؟ يبقى كده البي فيها كام الكترون؟ فيها 5 الكترونز، فيها 5 الكترون. طب وبعد كده يا مستر اسلام خلاص انا عرفت ان الراجل الطيب دوت عنده 5 الكترون في ال2 بي. طب ما تيجي تشوف اللي قبليه بقى، ما هو كان بيتكون ايه؟ من 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 5. يبقى الراجل الطيب دوت عنده الاتوميك نمبر 9. يلا بعد اذنك وقف الفيديو وحل ديت. يلا هنا 2 ال بزيرو يبقى اس ام ال بزيرو، خلاص بوزيتيف هاف. طب مش هو عنده اوربيتال واحد؟ بوزيتيف هاف يبقى الالكترون الاولاني. طب لو كان نيجاتيف هاف يبقى الالكترون الاولاني والتاني مع بعض. ليه؟ لان التاني هو اللي نيجاتيف هاف اما دوت بوزيتيف هاف، فبالتالي ده 1. يبقى 2 اس 1. طيب تعالى كده ويبقى 1 اس 2 مليانه 2 اس 1، يبقى ده فيه 3، يبقى ده الاتوميك نمبر ب 3. طب هنا يا مستر اسلام ان ب 3 حاضر يبقى 3. ال ب 2 يعني الدي الام ال الدي فيها كام اوربيتال؟ فيها 5 اوربيتالز، 1 2 3 4 كده 5 اوربيتالز. انت بتتكلم على الزيرو، ده نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. انت بتتكلم على الزيرو اللي هنا ده. طيب بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف الام اس؟ قالك بالبوزيتيف، خلاص يبقى الكترون الثاني الثالث. عارف لو كانت بالنيجاتيف بقى، لو كانت الام اس هنا بالنيجاتيف، تعالى بقى عشان لو وقعت فيها يبقى احنا قلناها عشان ما تقعش فيها. لو كانت بالنيجاتيف بقى، بص هنخلي الكلر مختلف شويه عشان تبقى اوضح. لو كانت بالنيجاتيف كده وفي الاس هنا في الزيرو قصدي، هيبقى 1 2 3 4 5 وارجع اعمل 6 7 8. يبقى انت بتتكلم على الالكترون ده لو كان بنيجاتيف هاف. تمام يا صديقي؟ في مشكله؟ انما بوزيتيف هاف فخلاص ده 3 دي 3. طب تعالى بقى نعمل الكترونيك كونفيجريشن لغايه لما نوصل لل 3 دي 3. يبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي 3. يبقى ده 23، ده 23. يبقى الارينجمنت بتاعك الصحيح الزد اكبر حاجه، بعد كده الاكس، بعد كده الواي، فالاجابه سي. تعال نخش على السؤال رقم، امشي معايا واحده واحده هتلاقي السؤال 23 برضو من ليسون 4. If the quantum numbers of the last electron آخر إلكترون عند حضرتك revolving around the sodium nucleus. حاضر الصوديوم يعني Na11 يعني 1s2 2s2 2b6 3s1. هو بقى بيجي يقول حضرتك ان هو آخر إلكترون عند حضرتك في ال N2. طب ايه ده المفروض N3. ازاي N2 يا مستر اسلام؟ قال لك ما انت لو ركزت هيقول لك what is the charge of this sodium entity. الرمز دوت بتاع الصوديوم التشارج بتاعه ايه؟ طب مش هو اخره ب2 يعني ده فقد وعمل لوز، وطالما عمل لوز للجزء دوت فاكيد هيبقى عمل لوز للالكترون واحد بس اللي هو موجود على الاس. فهنا عمل لوز لالكترون واحد اللي هو موجود على الايه؟ على الاس يا صديقي. تمام؟ طيب تعالى معايا نكمل ونشوف، ويبقى بوزيتيف 1 طبعا. تعالى معايا هتلاقي عندك 32. The quantum numbers of the valence electron in an atom of lithium are N2, L0, Ml0, Ms positive half. What are the quantum numbers for the second valence electron in an atom of beryllium؟ والله مستر اسلام البريليوم دوت رقمه كام؟ وانت داخل الامتحان هتبقى معاك جدول البريودك تيبل بتاعك، هتبقى عارف ان البريليوم دوت ب4 يعني 1s2 2s2. كلام جميل. هو عايز السكند فالنس الكترون. طبعا الفالنس الكترون هم دولت، يعني الالكترونات ديت في 2، ده فالنسي وده برضه فالنسي الكترون. ففي البدايه كده من الطبيعي
ان انت لو عايز السكند فالنسي الكترون ان ان اتوم اوف بريليوم يبقى انت موجود في ال N2، يبقى N2 N2 N2. الغي دي، الغي دي. وبعد كده برضو موجودة في الاس، يعني ال بزيرو، يبقى هو ده. ايه ده؟ ده هنا ال ب2 الغي، ال ب1 الغي، يبقى انت الإجابة سي. يبقى انت الإجابة بتاعتك سي. تعال نكمل مع بعضنا ونخش نشوف السؤال اللي بعد كده. فين السؤال؟ اهو 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 اهو. 43. For a calcium atom، الكالسيوم atom how many electron have a magnetic quantum number Ml positive 2؟ والله اوزع. انتوا عارفين يعني ايه Ml positive 2؟ يعني ايه؟ يعني انت موجود في الدي، لان الدي هي الوحيدة اللي عندها positive 2. positive 2، انا اسف، نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2، يعني هي عندها بوزيتيف 2 اهي. تعال نوزع الكالسيوم ونشوف فيها دي ولا ما فيهاش اصلا. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2. هل فيها دي؟ لا ما فيهاش دي، يبقى 0. يبقى 0 يا صديقي. طيب تعال نخش على 44. element X has p sub-level حلو electrons which element cannot be X؟ مين من دولت مش هينفع يبقى B؟ خلاص أوزع. طبعا الإجابة كنت قايل لك هي دي. فامسك البريليوم كده 4 وزعها 1s2 2s2. فيها B؟ لا ما فيهاش B. طب والهيليوم 2 1s2 بس. فيها B؟ لا ما فيهاش B. يبقى هي دي الإجابة يا صاحبي. ماشي يا صديقي؟ فيها مشكلة يا صديقي؟ تعال على السؤال اللي بعديه. 52. From the following which element has equal numbers for the principal quantum number for its valence shell؟ تاني from the following which element، مين من الاليمنت الأربعة دولت has equal numbers for principal quantum number، يعني ال n ييكوال لمين؟ ايكوال للإتس فالنس شيل اوربيتال، للاوربيتالات بتاعت الفالنس شيل. يعني ان هوت النمبر اوف اوربيتالز اوف فالنس شيل. حاضر هشوف. and number of its valence electron. ده مش بس وكده، ده كمان يساوي النمبر اوف فالنس electron. لا انت كده جاي عليا قوي. هنجرب بقى، ما انا مضطر اجرب. همسك الالومنيوم واجرب. والله توزيع الالومنيوم ايه يا مستر؟ 1s2 2s2 2b6 3s2 3b1. واحده واحده بقى كده. لازم في البدايه نحدد مين هما الفالنسي الكترونز. اهو ال3s وال3b دولت كده اسمهم فالنسي الكترون. حلو. الفالنسي الكترون دولت يا صديقي، هو كده صح ولا غلطان؟ ايوه 10 و2 يبقى كده صح. الفالنس الكترون دول موجودين في السب ليفل او في الانرجي ليفل رقم كام؟ في رقم 3، يعني ال N ب 3. حلو حلو. تاني حاجة، عدد الالكترونز كام؟ النمبر اوف فالنس الكترون كام؟ ما هو 2 في الاس وواحد في البي، يعني ب3. حلو قوي. الفالنس شيل اوربيتال، الفالنس شيل اوربيتال هنا هو مين؟ عندك في الاس وفي البي، صح الكلام؟ its valence shell orbitals and the number of its valency electron. انا واضح ان عندي هنا هو 3 ده الانرجي ليفل بتاعك، وبرده 3 ده عدد الالكترونز اللي موجوده عند حضرتك. افهم من كده ان الراجل الطيب ده هو اللي هيبقى الاجابه. ليه؟ ما هم الاعداد ايكوال لبعض، وهو قال لي انا عايز حاجه لما تيجي توزعها يطلع لي البرنسبل كوانتم نمبر قد الفالنسي الكترون وقد الفالنسي شيل. الفالنسي شيل اوربيتالز اللي عند حضرتك والاوربيتالات اللي موجوده عندك. تمام؟ فكده كلهم ايكوال في الالومنيوم. تمام؟ تعالى نخش ونشوف السؤال رقم 64. يلا يا مستر 64. بيقول لك what is the highest occupied orbital in an atom of lithium Li3؟ what is the highest occupied orbital in an atom of lithium Li3؟
والله تعالى ال اي 3 وزع 1s2 2s1 highest occupied orbital هو 2s، ده اعلى واحد في الكترونات. تمام كده يا صديقي؟ وبكده الحمد لله يبقى خلصنا اسئله ليسون 4 اللي موجوده في ليسون 3. جاهزين نبدا مع بعضنا ليسون 4 بنفسه؟ جاهزين يا مستر؟ يلا بينا يا صديقي. بص يا سيدي، بيقول لك البين بقى بتاعنا ونجيب الازرق ونقول بسم الله. Which electronic transition best represents the ionization of one of the electron in a helium atom from the ground state؟ طب تعالى لي بس كده اهوت وحد الله. هو انا المفروض دلوقتي لو الهيليوم اتوم دوت، الهيليوم ده نوزعه بعد اذنك، نوزعه يعني موجود فيه 1s2 ده فين؟ في الانرجي ليفل الاول، يعني ال n ايكوال 1، فطبيعي ان انا هبدا من n ايكوال 1. هنا n ب 7 هنا n ب 7 ما ينفعش، n ب 1 n ب 1. لو عايز تعمل ايونايزيشن يعني تعمل ايه؟ يعني تحوله لايون، يعني تخليه يعمل لوز، وطالما تخليه يعمل لوز يبقى تديله طاقه اعلى من المستوى الاخير اللي هو 7، فطبيعي تختار الاجابه دي، لان الطاقه بتاعتك لازم تكون اكبر من 7. اكبر من ايه؟ لان هو لو راح ل 7 في الحاله اللي زي دي حصل له اكسايتيشن، يعني طلع للمستوى العالي، يعني ترانسفير تو هاير انرجي ليفل. انما انت عايز توصله لمستوى ابعد من ال7 علشان يلوز الالكترونات بتاعته. تمام؟ تعال نخش على على question number 2. Which of the following rules are used to deduce the electronic configuration of an atom? electronic configuration. حاضر مستر electronic configuration ده يا مستر او برنسبل معايا، يبقى انا هختار واحد، دي مش هينفع اختارها، دي معايا 1 2 3 برضه واحد معايا، ادي واحد وادي واحد وادي واحد، يعني الاولى معايا. The law of constant portion. The law of constant proportion. يعني ايه law of constant proportion دي يا مستر؟ ما درسناهاش قبل كده، يبقى احنا مش عندنا. الباولي exclusion principle، ما دي برضه من الرول اللي used to deduce the electronic configuration of an atom، فبالتالي هي واحد، دي مش عندنا، يبقى واحد وثلاثة، يبقى الإجابة C. Number 3. An element with 4p1 as its last sublevel contains نقط total electrons. حاضر، ده أنا هروح أوزع وأشوف ال 4p1 دوت، ال 4p1 ده آخره هيبقى فيه كام إلكترون في الآخر؟ تعال نشوف. 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d10 4b1. كده انت ممكن تشوف بقى عدد الالكترونات اللي موجوده عند حضرتك كلها، ما هو بيقول لك اخره 4b1، انا وقفت عند ال 4b1 فهتلاقي ان هو 31 الكترون موجودين لو جمعتهم، ادي 10 2 و6 و2 10 يبقى 20 6 و2 و2 10 يبقى 10 تانيين على ال 20 30 وادي واحد يبقى 31. Number 4. No chemical element has the electronic configuration. مفيش element عنده الالكترونيك configuration. أنهي واحد بقى يا مستر إسلام؟ خليني أقول، أمشيها واحدة واحدة. النيون مستر، هو النيون بكام؟ أقول لك إن النيون دوت ب 10، يعني 1s2 2s2 2b6. المفروض اللي بعد ال 2b6 يبقى كام؟ 3s، صح الكلام دوت؟ طب هنا موجود 4s، ينفع؟ لا ما ينفعش، يبقى هو ده اللي ما ينفعش، يبقى no chemical element has electronic configuration نيون 4s2 دوت، مفيش الكلام ده. Number 5. If the electronic configuration of the element X ends with 3p2. حلو، يبقى أنا نهايتي 3p2. Then the atomic number equals نقط and the sum of spin quantum numbers of all the electrons equals نقط. طيب والله تعالى واحدة واحدة. أنت عايز أول حاجة آخره 3p2، يبقى وزع 1s2 2s2 2b6 3s2 3b2. حاضر، هو بقى بيقول لحضرتك هنا اهو الكوانت، اول حاجه هو الاتوميك نمبر بتاعه بكام؟ والله يا مستر اسلام الاتوميك نمبر بتاعه احسب، انا اعرف 2 و2 و6 يبقى 10 وادي 2 و2 يبقى 14،
فين هنا ال 14 اهي، دي 14 ودي 14، يبقى انا هلغي دي وهلغي دي. بعد كده يبقى انا كده عندي 14 هنا. and the sum of spin quantum numbers، اجمع السبين كوانتم نمبر. مش هنا اتنين مع بعض، اتنين مع بعض بيكنسلوا بعض، اتنين مع بعض بوزيتيف ونيجاتيف هاف بيكنسلوا بعض. هنا 3 مع 3 مليانين، 3 نيجاتيف هاف و3 بوزيتيف هاف بيكنسلوا بعض. هنا واحدة وواحدة، يعني واحدة نيجاتيف وواحدة بوزيتيف بيكنسلوا بعض. انما هنا اهوت لو جيت وزعتها هتلاقي الالكترون التاني ده بوزيتيف هاف وده برضه بوزيتيف ايه؟ هاف. يبقى بوزيتيف 1 مجموعهم، هو بيقول لك اجمع لي السبين كوانتم مجموعهم بوزيتيف 1، يبقى الاجابة بوزيتيف 1. which subshells have the same n plus l value. عارفين n plus l ديت فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ بتاعت الانرجي يا صديقي، عشان اعرف الانرجي. have the same n plus l، والله اقعد احسب واحدة واحدة من دولت علشان اعرف مين فيهم عندها نفس الطاقة بتاعت التانية. احسب كده معلش. ال 4b يبقى 4 بلس 3 يبقى دي ب 7. جبت ال 3 منين؟ ال بتاعت الاف، وال4 اهي اللي هي البرنسبل كوانتم نمبر. طب هنا هو 6 بلس 1 تبقى برضه ب 7، يبقى الاثنين دول عندهم 7 ولا لا؟ يبقى هي دي الاجابه. تعالى في نمبر 7 بيقول لك الكترون كونفيجريشن اوف اكسجين ان ذا اوكسايد ايون. خلي بالك الاكسجين اصلا O8، 1s2 2s2 2b4. لما يبقى عندك اكسجين ايون نيجاتيف 2 معناه ان هو عمل جين ل 2 الكترونز. طب ما تحطهم على البي وخلاص، ساعتها يبقى 1s2 2s2 2b6، فهيبقى الاجابه عندك ايه؟ تمام يا صديقي، في مشكله؟ خش ال8 بيقول لك which of the following is correct about cobalt 27 in its ground state. حاضر، كوبالت 27 اهو في الجراوند ستيت. مين اللي صح؟ the number of completely filled orbitals is 12. والله يا مستر اوزعه الاول وبعد كده اشوف الكومبليتلي فيلد اوربيتالز ديت 12 ولا مش 12. ادي الكوبالت 27. اي حاجه في الدرس دوت هتلاقيها توزيع 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 كده 20 3d7. اولا ده مليان ادي 1 وده مليان 2، يبقى كده 1 و1، وهنا في 3 مليانين يبقى كده 5، وادي 1 وادي 3 وادي 1. طب ده في كام واحد مليان؟ والله ارسمه واشوف. مش هو في 5 اوربيتال؟ يبقى 1 2 3 4، ادي 1 2 3 4 5. في 7 الكترون، ادي 1 2 3 4 5 6 7. في كام واحد مليان؟ في 2 مليانين و3 لسه ما اتملوش، يبقى ده في 3. جمع بقى يا صديقي مين اللي مليان ومين اللي مش مليان. ادي 3 وادي 3، لا انا اسف ده 2 مش مليانين. ادي 2 و1 3 وادي 3 6 6 و3 9 9 و1 10 11 12، يبقى في 12 اوربيتال مليانين. في 12 اوربيتال. نكمل بقى الجزء الثاني. and the number of partially filled orbitals is 3. يعني عدد الاوربيتالات اللي هي نصف ممتلئة. ادي 1 2 3، يبقى كده الإجابة إيه؟ يبقى إحنا ماشيين صح بفضل الله. يلا نخش على بعضه. 9 the set of elements that behave in a chemical reactions in a similar manner is والله chemical reaction و similar manner. ارجع كده بعد إذن سيادتك للجزء اللي كان بيقول لك إيه؟ إن الاتومز أو الإليمنت اللي موجودة في نفس الجروب بيبقى ليها نفس الكيميكال رياكشن. طب يا مستر اسلام دي معلومة مش عندنا؟ لا دي معلومة تراكمية. معلومة ايه؟ تراكمية. تمام؟ طب يا مستر ممكن نخليها او نأجل السؤال دوت لغاية لما نوصل لليسون 1 شابتر 2. هنقول المعلومة ديت هناك. بما اننا هندرس البريودك تيبل فهيبقى الافضل ان احنا نحل السؤال دوت لما نوصل له بأمر الله في شابتر 2. ماشي، تعالى هنا ونشوف. if the electronic configuration of an element ends with 3d3
electronic configuration of an element ends with 3d3. Then the number of fully filled orbitals equals نقط. if the electronic configuration هو بينتهي بال 3d3. طب ما تيجي توزع لغايه لما توصل لل 3d3. يلا بينا. 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d3. حلو. هو عايز النمبر اوف fully filled orbitals. ادي واحد وواحد اتنين، ما ده مليان وده مليان وده فيه تلاتة هيبقى خمسة، وخمسة تانيين اهمت يبقوا 10، يبقى فيه 10 اوربيتال مليانين اهو. طيب وفي تلاتة هاف فيلد اللي هم دولت، اللي هو اصلا الدي فيها تلاتة. ادي واحد اتنين تلاتة 1 2 3. وصلت كده؟ وصلت كده. 11. All of the following are electronic configurations of atoms in excited states except for. طيب all of the following electronic configuration of atoms in excited state. excited state يعني ايه؟ يعني الالكترون ساب مكانه وطلع لهاير انرجي ليفل، يعني هتلاقي لخبطه في الالكترونيك كونفيجريشن. تعال نمسك اول واحده بعد اذن سيادتك كده ونشوف. تمام. هو بيقول لك اكسبت كلهم اكسايتد ما عدا واحد. هنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2. ايه ده؟ 3 اس 1 وبعد كده 3 بي، يبقى كان في الكترون موجود هنا وانتقل لهنا، يبقى ده اكسايتد ستيت. ده اكسايتد ايه؟ ستيت. اختاره؟ لا، هما بيقول لك كله اكسايتد ما عدا واحد. طب هنا هو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 5، المفروض يبقى 2 بي 6، كان في واحد هنا وانتقل للي فوق، يبقى ده برضو اكسايتد ستيت. هنا نفس الكلام، كان في هنا المفروض 2 بي 3 اهو، الواحد هيكون هنا بس انتقل لهنا، يبقى المظبوط عندي هو السي. 12. A positively charged sodium ion has an electron with the quantum numbers. تعالى واحدة واحدة. positively charged sodium ion يعني Na11 وده بوزيتيف، هو مديني Na11 اهو، بس هو عمل لوز، فالمفروض توزيعه العادي 1s2 2s2 2b6 3s2 لا 3s1. هيفقد واحد، مش هو بقى بوزيتيف 1 يبقى هفقد واحد اهو، يبقى المفروض يبقى 2b6. انت عايز ايه بقى؟ ion has an electron with the quantum numbers. في الكترون الكوانتم نمبر بتاعه هيبقى بايه يا مستر؟ والله هو اخره بي 2 بي، فخلاص هيبقى 2، يبقى الغي ال 3 دوت والغي ال 3 دوت، يبقى انا بلعب على ال 2 ده. صح الكلام؟ طب حلو قوي، ركز معايا. ال بزيرو هنا وهنا، الام ال ينفع يبقى هنا ب1 وهنا بزيرو؟ ما ينفعش، يبقى دي غلط، يبقى هي دي الاجابه الصح. يبقى انت بتتتبع السؤال عايز منك ايه. Using the atomic numbers in the given table, which of the following have the electronic configuration 1s2 2s2 2b6. طب ما ده 10 صح؟ ده اللي هو النيون اللي هو 10 يعني. Using the atomic numbers in the given table اللي هي ديت which of the following have the electronic configuration اللي هو ده، فالمفروض ان دوت النيون 10، طبيعي ان انت تختار ده. طب ما هو حاجه تانية جنبيه، ما هو الصوديوم، مش الصوديوم عمل لوز لاتنين؟ قال لك عمل لوز لواحد. يا مستر اسلام الصوديوم هيعمل لوز ل1، ان ايه بوزيتيف 1. بسم الله ما شاء الله مفيش ان ايه بوزيتيف 1 عند سيادتك. طيب ايه تاني يا مستر؟ المغنيسيوم، مغنيسيوم بوزيتيف 2 اهو، ده ينفع وهنا ينفع، بس الكالسيوم ما ينفعش. عارفين ليه؟ لان الكالسيوم 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2، فلو عمل لوز لاثنين هيبقى فيه 18، هيبقى لغايه 3b2 3b6، انما انا عندي 2b6، فده برضو كمان ما ينفعش. يبقى اكيد دي اللي هتنفع يا مستر اسلام. ليه؟ لان انا هلغي ده كمان. يا مستر مش قلت تختار النيون؟ ايوه بس الاختيار اللي جنب النيون غلط، انا مش هختار النيون. طب تعالى نوزع الراجل الطيب ده اللي هو الالومنيوم 13. وزع 1s2 2s2 2b6 3s2 عند حضرتك، بعد كده 3b1. المفروض هو بوزيتيف 3 يعني هيفقد الواحد ده وهيفقد الاثنين دول، اخره كام؟ 2b6. يبقى المغنيسيوم تنفع والالومنيوم تنفع، فهي دي الاجابه بتاعتي.
سؤال 14 بيقول لي ايه في سؤال 14؟ How many electrons have the principal quantum number Nb3 in the atom of sodium؟ عدد الالكترونات اللي موجوده في N3 في الصوديوم. طب ما توزع صوديوم 1s2 2s2 2b6 3s1. ها عدد الالكترونات اللي في الاتوم اللي في السب ليفل 3 الانرجي ليفل انا اسف 3 بواحد الكترون. electrons W X Y and Z belong to the same chemical element. same chemical element عنصر كيميائي واحد. طب ده انا هعرفها ازاي يا مستر اسلام؟ تعالى واحده واحده كده. electrons W X Y و Z belong to the same chemical element. which electron has the highest energy؟ مين فيهم اعلى في الطاقه؟ مين فيهم أعلى في الطاقة يا مستر؟ أكيد يا مستر الأبعد عن النيوكليوس، صح ولا غلطان؟ قال لك آه. طب واحدة واحدة. highest energy يعني بعيد عن النيوكليوس، يعني موجود فين؟ في ال N equal 6 صح؟ فده أبعد واحد. which electron has the highest energy؟ مين من الإلكترونات عنده highest energy؟ فبالتالي ده أبعد واحد عندي، فهتبقى الإجابة بتاعتك هي إكس. تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر. ليه؟ ما هو ده أبعد واحد خالص. هل في أبعد منه؟ لا مفيش أبعد منه. موجود فين؟ في السكس اس. وبعد كده طيب تيجي نعمل حركة جميلة برضو علشان نتأكد. لو أنت عندك رقمين شبه بعض هتعمل إيه؟ هتكتب هنا مش هو 6؟ موجود في الاس، موجود في الاس. طب وهنا 2 موجود في البي، موجود في البي. طب وهنا 3 موجود في الاس، موجود في الاس. هنا 4 في الانرجي ليفل 4 موجود في الايه؟ في الاف صح؟ ايوه يا مستر اسلام، لان ال لو اف. ممكن بقى حضرتك تجمع ان بلس ال كده. ان بلس ال هنا ب 7، ان بلس ال هنا ب 6، ان بلس ال هنا اهوت ب 3، ان بلس ال هنا اهوت برضه ب 3. يبقى مين اعلى في الطاقه؟ ابو 7. يبقى دبليو مش اكس. طبعا انت هتتسرع وتقول لي اكس لان هو اللي ابعد عن النيوكليوس فعنده انرجي اعلى. اقول لك انت نسيت يا صديقي الان بلس ال. ما هو ده اللي بنعرف بيه طاقه السب ليفل اللي عند سيادتك. بتعرف بيه طاقه السب ليفل اللي عند سيادتك يا بيه. يلا بينا نكمل. يلا بينا نكمل. 16 which electronic configuration obeys Hans rule and the Pauli principle؟ مين في دولت obey Hans rule and Pauli principle؟ والله يا مستر اسلام تعالى نشوف هل ده obey Hans rule؟ لا يا مستر اسلام، ده مش obey Pauli اصلا. ليه؟ لان ده بوزيتيف هاف وده بوزيتيف هاف، يبقى ليهم كل كوانتم نمبر. وباولي احنا قلنا قال لك ان ما ينفعش اتنين الكترون عندهم نفس الكوانتم نمبر، لازم يكون في كوانتم نمبر مختلف، لازم يكون في كوانتم نمبر مختلف. يبقى اول واحده ما تنفعش. طب يلا نكمل. هنا تنفع، هنا تنفع. ليه؟ ما هنا واحده بوزيتيف هاف واحده نيجاتيف هاف، بوزيتيف هاف نيجاتيف هاف، بوزيتيف هاف نيجاتيف هاف، وده بوزيتيف هاف، يبقى هي الاجابه بي. وده على حسب كلام هانت. هنا هوت ما ينفعش عشان ما ينفعش يبقى في اوربيتال فاضي. هنا هوت ما ينفعش اتنين يبقى في نفس الاتجاه. 17 which order of filling electron sublevels is incorrect؟ خد خط تحت كلمة incorrect دكتورتنا العزيزة، خدي خط تحت كلمة incorrect علشان incorrect بتودينا ورا الشمس. according to the أو who principle؟ مين اللي ما ينفعش ترتيبه يبقى كده؟ أولا 3D 4B يمشي، 5S بعدها لازم يكون في 4D. طب أنت مش حاطط 4D ليه؟ يبقى دي اللي غلط، يبقى أنا عايز الincorrect. الباقي كله ماشي صح. بص حتى 5S 4D، 3B 4S 3D، 6S 4F 5D. طب يا مستر اسلام الجزئيه ديت احنا هنحفظها ازاي؟ ما انت عندك يا صديقي الارينجمنت. فاكر الارينجمنت اللي كنت كاتبه لك بالاصفر في المحاضره كده؟ احفظه كويس. بيقول لك which of the following is the maximum number of electrons which can occupy the second principal energy level؟ maximum number of electrons في السكند energy level حبيبي 8 والثird 18.
How many ampered electrons are found in a manganese ion؟ انت عايز الايه؟ ampered electron. منجنيز بكام؟ ب 25. حاضر اوزعك الاول. يبقى منجنيز 25. 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d5. انت بتقول لي بقى انه بوزيتيف 2. يوم ما يلوز المستر قال لك يفقد منين؟ يفقد من الاوتر موست انرجي ليفل اللي هو الاس. هيفقد 2 يبقى هيفقد 2 من الاس. طب لو كان بيفقد 3 يبقى هيفقد 2 من الاس وواحده من الدي، بس هو بيفقد 2 بس. الراجل الطيب دوت عنده امبيرد الكترون قد ايه؟ عنده 5 يا مستر. عرفت منين؟ حبيبي ما انت كده اصلا لو جيت وزعت الالكترونز بتاعتك في الاوربيتالات هتلاقي ادي سنجل 2 3 4 5. هل في تاني؟ لا، ما هم 5 بس، انا وزعتهم خلاص. فهو عنده 5 امبير الكترون. 5 امبيرد الكترونز. خش على اللي بعديه 20. What is the atomic number of the element that has an electron configuration ending with 4s1؟ سلام، من هنا الاثنين. مش انت اخرك 4s1؟ هفضل شغال لغايه لما اوصل ل 4s1 2b6 3s2 3b6 4s1. جمع بقى كده اهوت هتلاقيهم 90. خلصت. خش على اللي بعده 21. Which chemical species have the same number of s orbitals electrons؟ والله اوزع واحده واحده واشوف مين عنده نفس عدد الالكترونات اللي موجوده في الاس. اللي موجوده فين؟ في الاس. تعالى نبدا نشوف المغنيسيوم. المغنيسيوم بكام؟ ب 12. يبقى مغنيسيوم 12. 1s2 2s2 2b6 3s2. طب تعالى نشوف الكلورين. Cl ب 17. عرفت منين؟ اهي 1s2 2s2 2b6 3s2 3b وده 17. احنا عملنا 12 يبقى سي بي 5. تعال نشوف عدد الالكترون اللي موجوده في الاس هنا بكام؟ 2 و2 و2 6 الكترون. طب عدد الالكترون اللي موجوده في الاس هنا بكام؟ ادي 2 و2 و2 برضه 6 الكترون. يبقى هو الاجابه دي. هو بيسالك ان هو مين من التو اليمنت دولت عندهم نفس عدد الالكترونز اللي موجوده في الاس. فعشان كده قلت لك فهم السؤال يفرق كتير معايا. حل السؤال سهل، فهمه صعب. 22 بيقول لك the given expression describes consecutive excitation and de-excitation. حصل عملية excitation فتحول ل X. بعد كده X رجع الإلكترون مرة تانية حتى تلاقي الأول والأخير زي بعض. يبقى أنت اديته هيت أو اديته إلكتريستي فالإلكترون طلع لفوق ورجع مرة تانية. طلع لفوق في مرحلة X، رجع مرة تانية زي ما أنتوا شايفين في المرحلة الأخيرة اللي هي دي. تمام؟ يبقى هنا المرحلة ديت فيها إيه؟ فيها configuration مش متظبط. فيها configuration مش متظبط. طب ده يا مستر إسلام الإكس ده المفروض هيبقى إيه؟ والله هنا الكونفيجريشن متظبط ما فيهوش أدنى مشكلة. configuration هنا ما هو ما فيهوش أدنى مشكلة. configuration هنا ما فيهوش أدنى مشكلة. أما الكونفيجريشن هنا هنا بص كده ركز معايا. مفيش حاجة اسمها 3S، ده 3B. يعني الإلكترون اللي كان في الإس انتقل، الإلكترون اللي كان في الإس انتقل راح لل 3B، طلع لفوق. فبالتالي بقى 3B على طول، فهي دي الإجابة. يبقى كده حصل اكسايتيشن في الجزئية دي. 23 Which of the following elements has a similar electronic configuration to that of sodium ion؟ Which of the following elements has a similar electronic configuration to that of a sodium ion؟ حاضر، انت عايز صوديوم ايون. الصوديوم ده Na11 1s2 2s2 2b6 3s1. صوديوم ايون يعني هيعمل لوز ل1 فبالتالي هيتبقى عنده 10. طب ما هو النيون هو اللي 10 مش النيون هو اللي 10. in which case عدل هنا هو كلمة in دي حرف الجر in which case do oxygen and fluorine have the same number of ampered electrons؟ في أي حالة من الحالات ديت، oxygen and fluorine have the same number of ampered electron. عندهم نفس العدد من الامبيرد الكترون. والله تعالى نشوف. مش انت عندك اكسجين نيجاتيف 2 هو كان 8 اكتسب 2 بقى 10 فبقى اكسجين نيجاتيف 2 1s2 2s2 2b6. هنا عنده 0 number of ampered electron.
طب والفلورين نيجاتيف، ما هو كان 9 اكتسب الكترون اهو فبقى 10 برضه، ما هو نفس الكلام 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 برضه، فبرضه عنده 0 نمبر اوف بيرد الكترون. عندهم هما الاثنين عندهم نفس العدد، فدي الاجابه. which of the following represents an excited atom؟ حاضر، ما دي سهله خلاص بقى، ما احنا اتعرفنا عليه. المفروض عندك هنا انا عينيا وقعت عليه 2 بي 6، بعد ال 2 بي في 3 اس، انت ازاي تجيب لي 3 بي؟ يبقى اكيد ال 3 اس اللي كان هنا انتقل راح لل 3 بي، صح؟ صح. تعالى 26. The following table contains the end of the electronic configuration of element X, Y, Z. ده نهاية X وده نهاية Y وده نهاية Z. What is their correct arrangement according to their atomic number؟ خلاص، ما هو طالما آخرهم كده، هو آخره 3D دوت 1، هروح أوزعه وأشوف اللي آخره 3D 1 الأتوميك نمبر بتاعه بكام. يلا بينا، هيبقى 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d1. جمع الاكس كده اهوت هتلاقي الاكس 21. طيب تعالى في الواي. طيب الواي اخرها 4s2 صح؟ اهو اخرها لغايه هنا يعني. طب ما دول كده هيبقى 20، يبقى الواي 20. 2b3 فين 2b3 اهو 2b3 يعني هنا في 3 و2 و2 يبقى 7، يبقى الزد 7. الارينجمنت بقى بتاعهم من الكبير للصغير x y z x y z. تمام تمام يا مستر. تعال نخش نشوف اللي بعده. The table describes the energy levels of a metal element whose atomic number is 25. الatomic number بتاعهم 25. The missing numbers are respectively. والله مش هو كده 25؟ تعال نوزعه بالطريقة بتاعتنا اللي احنا نعرفها. هو x انا معرفوش 25، 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d5 صح كده؟ ما هو 25. بص كده الانرجي ليفل الاول، ركز معايا، هتلاقي الانرجي ليفل الاول عند حضرتك في 2، ده خلاص خلص اهو 2. الانرجي ليفل الثاني في 8 خلاص خلص في 8. الانرجي ليفل الثالث ادي 2 و6 و5، 2 و6 وكام؟ و5 يعني كام؟ 2 و6 8 و5 يبقى 13، يبقى الراجل الطيب ده عنده 3 وهنا عنده 2. فين الاجابه؟ عنده 13 13 وعنده 2، يبقى هي دي الاجابه. تمام؟ ليه؟ لان ده في انرجي ليفل 3 انرجي ليفل 3 انرجي ليفل 3، بجمعهم واحطهم في الام. ماشي يا صديقي؟ بيقول لك how many electrons are in the outer most energy shell of chromium element اللي هو 61. هو عايز يعرف الالكترونز اللي موجوده are in the outermost energy shell، في اخر energy shell. والله يا مستر اسلام لازم برضه اروح اعمل الكترونيك ايه؟ configuration. برافو عليك للبروميسيوم 1s2 2s2 2b6 لغايه لما اوصل لكام؟ ل 61. هتيجي بعد ما تعمل له الالكترونيك كونفيجريشن على حسب الارينجمنت هتلاقيها طويله بقى شويه، طويله شويه. هتلاقي عندك في الاخر موجود يا صديقي 2 الكترونز. تمام؟ ده الميني الكترونز اللي موجوده في الاوتر موست انرجي شيل. تمام؟ وزعها لاخرها وهتلاقي اخرها 2 الكترونز. 29. How many electrons does sulfur 32 have in its valence electron shell؟ هو السلفر 32، طب ما ده كبير يا مستر اسلام. هو بيقول لك how many electrons does sulfur 32 have in its valence electron shell؟ والله يا مستر اوزع السلفر، هو السلفر مش 32 يا جماعه، ده الماس نمبر بتاعه. امال السلفر 16 اصلا، اللي هو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b4. امال ليه يا مستر اسلام هو قال لي 32؟ قال لك عشان يلخبطك. طب هو ما عرفنيش هنا ان السلفر 16 ليه؟ قال لك هو هيكتب لك في الامتحان ان السلفر ب 16 تحتيه كده ويقفل لك البراكت زي ما كان كاتب لك فوق. تمام؟ فده اخره في الفالنس شيل كام الكترون يا مستر؟ اخره 6 الكترونز في الفالنس شيل. طب يا مستر لو ما كانش كاتب لي المعلومه ديت هعمل ايه؟ قال لك يا صديقي هتسال المستر لما يجي لك في الامتحان، ولو المستر ما جالكش في الامتحان او ما عرفتش تساله هو هيبقى كاتبها لك في ورقه المفاهيم بتاعه سيادتك.
30. Which of the following dictates the order in which electrons fill up atomic orbitals illustrated in the diagram. مين في دولت بقى؟ والله مثلا انا شايف 1 اس 2 اس والحاجات ديت، يبقى دوت اوفو برنسبل على طول. 31. Different rules must be followed when calculating electronic configuration. صح صح. Of an atom or an ion. One of these rules could be phrased as follow. واحدة منهم اللي هنقولها دلوقتي إن ال lowest energy configuration is the one with the most unpaired electrons. مين اللي اتكلم عن unpaired دوت؟ and the spin. أيوه هاند هو اللي اتكلم عن unpaired. and the spin of this electron should be aligned by which name in this rule often referred to. والله اللي اتكلم عنها هو هاند. هو هاند اللي اتكلم على حوار الامبيرد الكترون. What is the electronic configuration of calcium positive 2؟ يا حلاوه، الكالسيوم وهياخد 2 عليه، تمام؟ والله انا اسف، وهيلوز 2 من عليه. طب ما احنا عارفين يا مستر اسلام ان الكالسيوم ب 20. هو هيجي كده يكتب لك ان الكالسيوم ايكوال 20. يلا 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2. مش انت قلت لي لازم يكون بوزيتيف 2؟ يعني هيلوز 2، يعني هيلوز 4s يبقى اخره 3b. يبقى الاجابه سي. وصلت ولا ايه؟ بص على السؤال 33. Consider the following atomic diagram. How many electrons must this structure lose to form a 2 positive ion؟ اول حاجه علشان يبقى 2 positive ion يفقد كام الكترون؟ والله يا مستر يفقد 2 الكترون. ما انت عايزه يبقى 2 positive ion، انت عايزه ايه؟ هيفقد 2 عشان يبقى 2 positive ion. بيقول لك السؤال اللي بعده what atom of a transition element could have its electronic configuration represented by the given diagram؟ عد الالكترونات. هنعمل ايه؟ هنعد الالكترونات. عندك 1s 2s 2b 3s 3b 4s لغايه هنا هو كده 20، وهنا 2 و4 26، يبقى انت عندك 26 يبقى ده الايرون. تمام. طبعا الطريقه ديت اللي احنا حالين بيها او عاملين بيها الالكترونيك كونفيجريشن دي بتاعت مين؟ بتاعت هاند رول. بتاعت مين؟ بتاعت هاند رول. ان اتوم، عشان لو شفت الشكل بس ما تتخضش. تمام. an atom has 2 electrons in the first electron shell and 3 electrons in the second electron shell. How is this expressed in electronic configuration notation؟ والله يا مستر اسلام مش انت بتقول لي عندك 2 الكترون في الفيرست شيل؟ وعندك and 3 electron in the second electron shell، يبقى 2 3. يبقى 2 ايه؟ 3 اهو. يعني الاولاني الكي فيه 2 والتاني ال فيه 3. ايه الصعوبة؟ طبعا لو سؤال جه زي دوت لبعض الناس هتلاقيهم بيتوتروا ومش عارفين يحلوا، مع انه تافه قوي. 36. An atom has 6 electrons. An atom has 6 electrons. 2 in the first electron shell, 4 in the second electron shell. It is excited and 1 electron moves from the second electron shell to the third electron shell. فمن طبيعي الأول فيه 2 والتاني فيه 4، بس قال لك واحد من الأربعة دوت طلع للهاير انرجي ليفل، فهيبقى 2 و3 و1. 2 و3 و1. نون ميتال ايون. نون ميتال حاجة بتجين ولا بتلوز؟ حاجة بتجين، تاخد الكترون تبقى نيجاتيف. ion of an unknown element has the formula x negative 3 if atoms of x have 7 protons. عندها 7 بروتون. ده الاتوم. طبعا طالما الاتوم عندها 7 بروتون يبقى هي اصلا 7، يعني 1s2 2s2 2b3. هتجين كام؟ هتجين 3. طب والله يا مستر اسامه هي اصلا عندها 7، جين 3 هتزود على ده، بدل ما يبقى 3 هيبقى 2b6. 2b6 هيبقى الإجابة بتاعتك B. 38. The output process determine the order in which the electronic orbitals are filled with or which orbital is filled after the first orbital اللي هو 1s. الفيرست orbital اللي هو 1s. which orbital is filled after 2b 3s. مين اللي هيتملي بعد ال 3b 4s؟
ده ايه السهولة والجمال والحلاوة في السؤال. 39. The fourth ionization energy of aluminium is approximately 154 electron volt from which orbital is the electron being removed. انت بتقول لي الرابع صح؟ يعني انت خرجت 3. تعالى كده امسك الالومنيوم بعد اذنك. ادي 1 S2 2 S2 2 B6 3 S2 3 B1. انت خرجت الاول على خير، وخرجت الثاني على خير، والثالث على خير. هتيجي تخرج الرابع، هتخرجه منين؟ هو بيقول لك الفورس صح؟ هتخرجه منين؟ من ال 2 B. فيبقى الاجابه 2 B. determine the electron configuration. خلي بالك هنا fourth ionization يعني انك تخرج الالكترون الرابع. ماشي؟ determine the electron configuration of an aluminum atom by listing the occupancy of the electron shells in order of increasing energy. حاضر يا مستر اسلام. مش هو aluminium 13 اهو، يبقى 2H3. خلصت. aluminium 13 2H3. How many ampered electron؟ عدد الالكترونات المفردة اللي هي لوحدها السنجل are there in the ground state اللي موجودة في الجراوند ستيت configuration بتاع السلفر، والسلفر ب 16. أوزع ال 16 وأنا أعرف. سلفر 16 1s2 2s2 2b6 3s2 3b4. عدد الالكترونز اللي موجودة بقى هنا اهوت مفردة. مش هو عنده 3 اوربيتال؟ 1 2 3 ادي 4. عنده 2 سنجل الكترون، يبقى 2 ampered electrons. 2 ampered electrons. If an ion of element E positive contains 10 protons, what is its electronic configuration؟ حاضر. If an ion of element E positive contains 10 proton، الالكترون configuration بتاعه يبقى بكام؟ والله مش هو عنده 10 بروتون؟ ده اللي هو النيون يعني، صح؟ النيون 10. فالراجل التالت ده لما تيجي توزعه 1s2 2s2 2b6 2b ايه؟ 2b6. فيبقى 1s2 2bs2 2b6، يبقى الإجابة C. Which element is represented by Z and forms as Z-2 ion with an electronic configuration of not of ايه بقى من دولت؟ حاضر. هو انت بتقول لي which element is represented by Z and forms Z-2، وليه الالكترونيك configuration اللي هو قدام سيادتك ده الاليمنت مين؟ والله يا مستر الاليمنت دوت هو اخد 2 بقى كام هنا؟ 1s2 2s2 2b6 بقى 10. يعني المفروض يبقى كام؟ المفروض يبقى 8. مين في دولت عنده اتوميك 8؟ ليه المفروض يبقى 8؟ ما هو اكتسب 2 بقى 10. طب شيل منه الاثنين اللي هو كسبهم، اتبقى عنده 8. يبقى الراجل الاكسجين ده هو اللي عنده 8 الكترون لان هو O8. Which of the following atoms or ions is not isoelectronic with all of these of the others؟ يعني ايه يا مستر اسلام؟ كلهم ليهم نفس الكونفيجريشن ما عدا واحد بس. الكونفيجريشن بتاع دوت هو المفروض مغنيسيوم 12 هيفقد 2 هيبقى 10، يعني 1s2 2s2 2b6. فلورين المفروض ان الفلورين ب 9 هيكتسب 1 هيبقى 10، هيبقى هو 1s2 2s2 2b6. النيون 1s2 2s2 2b6. انما الراجل التايب ده O8، فهو ده المختلف عنه. Determine the electron configuration of a carbon atom by listing the occupancy of the electron shell in order of increasing energy. طب ما ده لسه احنا واخدينه قبل السابق، صح ولا انا غلطان؟ يا مستر اسلام اللي هو كان 2 4 تقريبا. تمام. لان كده كده الاولاني بيتملي ب2، ما ينفعش يتملي ب4، ما ينفعش ب6، ما ينفعش 3. Determine the electron configuration of helium atom by listing the occupancy of electron shells. طبعا الهيليوم ب2 يبقى هي 2 بس اهي، هي 2 بس. تمام. خش على اللي بعديه. يلا يا مستر. بيقول لك which of the following diagram shows the electron configuration of a chlorine atom in the ground state؟ حاضر. chlorine 17 وزع 1s2 2s2 2b6
3s2 3b5 يبقى المفروض اخرها 5 1s2 2s2 2b6 3s2 3b5 يبقى هي الاجابه الاولانيه. تمام. 48 an atom of potassium has an electronic configuration of يا حلاوة 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s1. How else can this electronic configuration be represented؟ ممكن نعمله ازاي؟ والله سهلة، تعالى نشوف كده. 1s2 2s2 2b6 ادي 10 3s2 3b6 ادي 8 يعني الارجون 18 بعد كده 4s1 يبقى الإجابة عندك هي B. تمام. ما هو أرجون 18 لوحدها وبعديها 4s1 ما ينفعش الاتنين يبقوا لازقين في بعض. 49 which diagram shows the correct placement of the first 6 electrons in the following graphical representation of the electronic configuration of an element. حاضر. انت عايز الايه؟ الفيرست 6 الكترون، يعني 1s هيبقى فيها 2 2s هيبقى فيها 2 ال2b هيبقى فيها 2 بس كل واحد لوحده، فهيبقى عندك الإجابة C. هنا ما ينفعش الاتنين يبقوا مع بعض، ده مش هاند ما قالكش كده. هنا ال2s ما اتملتش ورحت مليت في البي، ما ينفعش. وطبعا هنا كله سنجل في بعضه، ما ينفعش. نمبر 50 وآخر سؤال عندنا في نص المنهج الأولاني بفضل الله تعالى، بيقول لك which of the following is correct about cobalt 27. وده جه قبل كده انا فاكر اللي هو ايه، ان النمبر اوف completely filled orbitals ب 12 والنمبر اوف partially filled كانوا 3، وتقدر ترجع للمعلومه في السؤال دوت لانه متكرر. بحبكم كلكم في الله، واتمنى من الله ان انتوا تكونوا استفدتوا من شابتر 1 حاجه وتكونوا فهمتوا الدنيا كانت ماشيه ازاي. محتاج من حضراتكم مراجعه كويسه جدا 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 علشان الامتحان يا اصدقائي، الامتحان الشامل على نص المنهج. قبل ما نبدا بامر الله تعالى في شابتر 2، بحبكم في الله، سلام.